مش منزل من السماء. طيب قبل ما اطلع فاصل استاذ مصطفى، يعني في تعليق البعض يقول انه ربما خسر الفريق اول عبد الفتاح السيسي بمحاولة اجتذابه من الدكتور محمد مرسي اليوم، يعني خطاب هذا كلام محمد مرسي يسأل عنه محمد مرسي، ومحمد مرسي يعني بيلعب بالبيضة والحجر. لكني على يقين أن القوات المسلحة لا يمكن أن تنحاز إلا الشعب، ولا يمكن أن تنحاز إلا إلى إرادة الشعب. وأنا علينا أن نقرأ البيان كاملا. أنا مش عايز الناس بسرعة تفقد الثقة، مش عايز نتكرر الكلام بتاع يسقط حكم العسكر مرة تانية. ما فيش حكم عسكر النهاردة. يمكن الأستاذ حمدين صباحي قال أن الثورة أخطأت عندما استخدمت شعار يسقط حكم العسكر. فما تخلوش مرسي يحفزكم على الجيش بتاعكم ولا على الشرطة بتاعتكم. الناس دي وطنيين وهيقفوا مع الشعب، واللحظة آتية. أراد مرسي أم لم يرد؟ لأن الرجل كان حاضرا، لكن هيعمل إيه؟ هيقوم يعارض، هيقول له لا أنا مش معاك. لكن شوف كانت تعبيرات وجهه إزاي. ده واحد قاعد يقول له أنت تقعد في سكناتك، أنت مالكش دعوة بالسياسة، أنت خلاص أديت دورك وانتهى الموضوع. إنما يعني أنا أحسب كلمة لو كلمة عن الفريق السيسي والأيام اللي تثبت هل هو معانا ولا مش معانا. لو مش معانا الشعب هيبقى ضده، لو معانا هنشيله على الاكتاف. بس انت بتقول كلام رئيس الجمهورية الكثير عن القوات المسلحة، ده معناه ان في ازمة طبعا، وهو يحاول ان يجتذبهم ويطمئنهم. في ازمة بينه وبين الشرطة وبين القضاء وبين الجيش وبين المخابرات العامة وبين الامن الوطني. راجل يصنع الازمات، ده رئيس صناعة الازمات. طيب هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف اهم المحطات في خطاب رئيس الجمهورية قبل 3 أيام من 30/6. هل سيؤدي هذا الخطاب إلى سكب المزيد من البنزين على النار؟ هل سيؤدي إلى أنه ثورة 30/6 ستزداد عددا؟ بعد الفاصل.